بيبدأ مسلسلنا في سنة 1962 وبنشوف الحكومة في بيت هي دونج اللي بيكون سنه مش كبير قوي، بس بيتخانق معاهم علشان بيفتشوا البيت بتاعه اللي ساكن فيه هو وأمه، وبيضربوه جامد وبيوقعوه على الأرض. في اللحظة دي بيدخل عمه جوان سوك اللي هو بالمناسبة الأخ التوأم لأبوه، بيدخل يتكلم مع العساكر وبيعرف إيه المشكلة، وبيعرف إنهم بيدوروا على أخوه وبيشدوا شعره وبيقولوا له لو لقيت أخوك في أي حتة هاته على الاسم على طول. لكن بيسيطر على الموقف جوان سوك وبيديهم فلوس وبيمشوا، وبيروح لهي دونج ويطلع له فلوس من جيبه ويقول له أبوك مش معانا دلوقتي بسبب الفلوس دي أهم حاجة في الدنيا. وبعد كده بنشوف مدى ارتباط هي دونج بعمه جوان سوك، وبنشوفهم وهما ماشيين مع بعض. لما بيلاقي جوان سوك محل فاضي ما فيهوش حد بيوقف هي دونج على الباب وبيقول له لو لقيت حد جاي زعق وحاول تعمل أي حاجة عقبال ما أنا أطلع وأهرب. وفعلا بيعمل كده هي دونج. أول ما بيلاقي صاحب المحل بيقرب وعمه بيجري بشوال الرز اللي عرف يسرقه من المكان وبيجري، وبعدين بيجري وراه هي دونج. وهكذا سرقات كتير بيعملها جوان سوك بمساعدة هي دونج مع مرور الزمن، وكل ما الزمن بيمر بيقدر عمه يعتمد عليه أكتر وأكتر، لحد ما بيجي يوم بيكونوا مجمعين كل سرقتهم في مكان واحد، وعمه بيكون قاعد بيكتب الحاجات اللي سرقوها. وفي الوقت ده بيدخل عليهم ضابط وبيشوف الحاجات المسروقة وبياخد الكشف من عمه، وبيكون ده دليل قوي في القضية كمان، وساعتها بيتسجنوا. ولكن هي دونج بيحكي وبيقول إن المرة دي كانت مختلفة عن أي مرة اتسجنوا فيها، لأنه في السجن قابل شخص اسمه القط البري، وده تاجر آثار تقيل قوي، وهو اللي هينقل لهم حياتهم نقلة تانية خالص. بيكون محبوس معاه هي دونج في نفس الزنزانة، ولما بيلاقي مجموعة ناس بتضربه بيدافع عنه وبيضربهم كلهم وبيتعرف عليه، وبيكونوا مع بعض في الحوش، وبيقابل عمه وساعتها بيطلعوا عارفين بعض كويس. وبعد كده عمه بينقل زنزانته وبيجي لنفس الزنزانة بتاعت هي دونج، وساعتها بيقابل سونج اللي هو الشهير بالقط البري، وهو بيكون خلاص خارج وبيقول له إنه عنده مهمة كويسة قوي ليه لما يخرج يروح له. وبيدخل جوان سوك لهي دونج وبيقعدوا مع بعض وبيقول له على الموضوع، بس هي دونج بيرفض علشان بيكون ناوي انه يتجوز حبيبته. ولكن في سنة 1977 اول ما بيطلع ويروح يتقدم لحبيبته ويقول لها انه عايز يتجوزها، بتقول له انها خلاص هتتجوز ومش مستعدة تكمل معاه. وبعد كده بيقرر يروح هو وعمه لسونج اللي بيروحوا يقعدوا معاه في معرض التحف بتاعه، وبيقول لهم هناك على المهمة عن مركب غرقت وفيها فخار غالي جدا، وعايز جوان سوك وهي دونج يجيبوه من البحر، وبيعرض عليهم مبلغ 400,000 وون. بس ساعتها هي دونج بيحسهم مبلغ بسيط جدا بالنسبة لخطورة المهمة. بس بعد ما بيخرجوا من عنده هي دونج بيقول له انت هتوافق بالفلوس القليلة دي؟ فعمه بيرد عليه وبيقول له تعالى ورايا هنروح نتعشى عندي في البيت. وفي بيت عمه بنلاقي ان عمه عنده طفلين عندهم مرض السل، وهي دونج مش بيحب يروح عندهم كتير علشان عمه بيفضل يزعق لهم قدامه كتير قوي. وبنشوف كمان ان عمه بيحب يدون كل حاجة بتحصل ومش بيشعر بالراحة غير بكده. وبعد كده بيقعدوا يتكلموا هما الاتنين وبيقولوا دلوقتي المهمة دي طبعا صعبة جدا وعايزة تفكير كتير، بس طبعا لو انت بتحسب اني هعمل العملية دي علشان الفلوس دي بس تبقى عيل عبيط. قال له امال هتعمل ايه؟ فبيسأله كم قطعة فخار في البحر، فبيقول له معرفش. فبيسأله ويقول له امال مين اللي يعرف؟ فبيقول له محدش يعرف عددهم. ساعتها عمه بيقول له بس وهي دي الفكرة، اننا هنديله جزء صغير جدا من الفخار وناخد احنا الباقي جنب الفلوس اللي هناخدها منه كمان. ووقتها بيقول له روح لمدينة موجبو، وان في ابنة ابناء اعمامه بتعيش هناك، يروح يشوف الدنيا ايه ويشوف موضوع الفخار ده مشهور ولا لا. وفعلا تاني يوم بيروح هي دونج لمدينة موجبو، وهناك بيقابل بنت بيكون في بينهم نظرات كتيرة قوي طول الوقت وهو قاعد في الكافيه، لحد ما بيجوا البحارين اللي بيكون مستنيهم وبيقعد معاهم وبيسمع منهم، لكن مش بيوصل معاهم لحاجة مفيدة. وكل اللي بيفهموا منهم إن المركب دي غرقانة بقالها فترة كبيرة في البحر، والحكومة جت وطلعت اللي تقدر عليه من الفخار، والباقي طيارات البحر القوية خدته. وبيلاقيهم بيتخانقوا مع بعض كتير وبينزعج بسببهم، وبيخرج من الكافيه وبيكلم عمه وبيقوله على اللي حصل معاه، وبيقوله أعتقد إن الموضوع هيبقى صعب وإن حتى لو قدرنا نطلع فخار هنطلع كمية قليلة خالص. وبيقفل معاه وبيلف ظهره يلاقي البنت واقفة وراه وبتقوله أنت لازم تعزمني على أكل وتبين لي إنك كريم، علشان البحارين اللي جوه دول ادوني 1000 وون علشان أتجسس عليك وأعرف بتقول إيه عن موضوع الفخار ده. وفي اللحظة دي بيلاقي مجموعة شباب جايين يغلسوا عليهم وعلى البنت، ومش بيعرف يكمل كلام معاها، والبنت بتدخل على الكافيه مرة تانية وهو بيمشي. على الجانب التاني بنشوف جوان سوك بيكون رايح لسونج ويلاقيه مش موجود، ويلاقي ورقة في الباب يعرف إنه راح لرئيس الإدارة، ومش بيتردد لحظة إنه يروح له لحد هناك. وبيروح هناك وهو راكب في الأسانسير بيشوف مرات رئيس الإدارة وبيفضلوا يبصوا لبعض شوية كده. بعد كده بيوصل ويراقب سونج وبيعرف إنه بيتفق مع رئيس الإدارة علشان يبيع له الفخار اللي هيجي من البحر،
وساعتها بيقول له انا عايز اعرف بقى انت هتديني مبلغ قليل واصلا الفخار اللي هيطلع قليل، انا عايزك تفهمني هتعمل ايه بالظبط. وبياخدوا سونج وبيروحوا يقعدوا في كافيه، وبيقول انه مش مهم حتى لو طلعوا كميه صغيره، هو عامل حسابه وعامل فخار بطريقه محكمه جدا علشان يبان عليها كانها كانت غرقانه في البحر بقالها فتره توصل ل 200 او 300 سنه. كمان ساعتها جوان سوك بيقول له تمام بس هنزود الفلوس يا اما اللي يلاقي حاجه حلال عليه. بعد كده بنشوف هي دونج وجوان سونج قاعدين في المكتب عند سونج وبيجهزوا لكل حاجه، بس ساعتها جوان سوك بيقول له انا عايز افهم حاجه، رئيس الاداره عايز الفخار يعمل بيه ايه؟ بيشرح له سونج وبيقول له ان رئيس مجلس الاداره ده اصلا ما بيعرفش يقرا ويكتب قد كده، وده كان عامل له مشاكل بين المناصب اللي حواليه وعايز يبان مثقف. ولما مراته الاولى ماتت مراته التانية اقترحت عليه انه يأسس جامعة حكومية، ولازم علشان يتوافق عليها ان يكون عنده متحف اثري في الجامعة. وبعد ما بيشرح له الموضوع ده بيقوله لازم تاخدوا الولد ده معاكم المهمة، وبيكون اسمه دايسك اللي بيكون باين عليه انه غلبان جدا، بس هي دونج مش بيبقى طايقه، واول ما بيمد ايده علشان يسلم عليه هي دونج بيضربه على طول. وبعد كده بنشوف مرات رئيس الإدارة وهي قاعدة معاه وبتقوله لازم تروح تشوف بكرة الناس اللي هتروح المهمة دول وتشرف عليهم بنفسك ويبان انك في الصورة، ولازم برضو تبعت حد يراقبهم. وبيقتنع بوجهة نظرها وبيقول لها بلغي جون تشول انه هيروح معاهم. والتاني يوم بيتقابلوا كلهم في المحطة وبيتفاجئ هي دونج وجوان سونج ان معاهم واحد زيادة، وكالعادة هي دونج بيكون مش طايقه، وسونج بيدي لجوان سونج اسم واحد بيقول له ده اللي هيقيم الفخار لما تخرجوا من البحر. وبيتكلم جوان سونج مع جون تشول وبيعرف ان هو سنه 39 وشغال في الفخار. وبعد كده بيجي سونج لجوان سونج وبيقول له انا شكلي كده عايزك تعمل مهمة تانية في مدينة موجبو. وبيتخانقوا خناقة بسيطة كده في القطر بتبين ان جون تشول بتاع مشاكل ومتعود على المهمات الصعبة. على الجانب التاني بنشوف رئيس الإدارة ومراته في العربية اللي بتكون متضايقة جدا انه بعت معاهم جون تشول، وبتقوله ان هو مساعدها الاول ما كانش ينفع يسافر معاهم. وبعد كده بيوصلوا لهناك وبيروحوا عند الراجل اللي كان مديله عنوان سونج، وهناك الراجل بيحاول يوريهم انه خطر، ولكن جوان سوك بيأمر جون تشول يقلع التيشيرت بس ويوريله الخطر اللي على حق. بعد كده بيقعد معاهم الراجل ويفهمهم حبة عن موضوع الفخار ده، وان اصلا اكتشفوه صدفة من ناس صيادين، ولما لقوه بيحسبوه ان حاجة اي كلام وحطوا فيه اكل للكلاب، ولكن واحد اكتشفوا بعد كده انها حاجة نادرة. وفي وسط الكلام بيكون الراجل ده خايف من جون تشيل قوي. وبعدين بنشوف دايسك وهو واقف بيتكلم في الفون ومنتظرينه بره جون تشيل وجوان سوج وهي دونج علشان يتكلموا بعضه في الفون. ولما بيجي الدور على جون تشول بيكلم رئيس الإدارة وبيقول له انهم لسه واصلين وبيظبطوا حاجتهم، ورئيس الإدارة بيوصي عليه انه ياخد باله كويس مع جوان سونج ويحاول يقرب منه علشان يبقى فاهم كل حاجة بتدور حواليه. وبعد كده بيخلص مكالمة وبيطلع يقف مع هي دونج اللي بيكونوا هما الاتنين نائر ونقير مع بعض، وهما واقفين يرخموا على بعض. البنت اللي كانت معجبة بهي دونج بتقابله وبتقول له ايه ده انت جيت مرة تانية، وبتفضل تتكلم معاه شوية حلوين. وبعد كده بترجع على الكافيه وهي باين عليها انها معجبة بيه جدا. وبعد كده بياخدهم الراجل اللي قاعدين عنده وبيروحوا يقعدوا مع قبطان اسمه هونج علشان يساعدهم في المهمة ويطلع معاهم، وكمان يعرف لهم اماكن الفخار بالظبط. ولكن وهم بيتكلموا بيطلب سعر عالي قوي وبيطلب نص المكسب، وبيقول له يا عم دي عملية شبه مستحيلة، هعرض رجالتي للخطر وهعرض نفسي للخطر على الفاضي. ولكن جوان سونج بيوصل معاه لحل وسط وهو يديله 1,000,000 وون وياخد 30% من اللي هيطلعه يبيعه براحته. وبنشوف نفس الشباب اللي كانت بترخم على هي دونج جم في المكان اللي هو قاعد فيه وفضلوا يرخموا عليهم كتير جدا، ولكن بإشارات من جوان سونج ما كانش عايز يضربهم أو يتخانق معاهم، بس دايسك مش بيستحمل رخامتهم وبيقلع التيشيرت وبتحصل بينهم خناقة في الشارع. وبعد كده بنشوف جوان سونج بيطلع يتكلم مع سونج في التليفون وبيقوله على فكرة المهمة محتاجة مصاريف هنا حوالي 5,000,000 وون. وفعلا سونج بيقتنع وبيبعت له، ولكن بيقول له حاجة خطيرة جدا، وهي ان المهمة اللي المفروض يعملها مع موضوع الفخار ده انه يتخلص من جون تشول بعد المهمة، لان رئيس الإدارة بيكون شاكك ان مراته بتخونه معاه. ونتأكد من الموضوع ده بعد كده لما بنشوف مرات رئيس الإدارة بترن على جون تشول اللي بيتضح انها متجوزاه اصلا في السر من غير علم حد. وبعد كده بنشوف سونج رايح المكان اللي بيعمل فيه الفخار التقليد علشان يطمن بعد ما بعت لجوان سوج 5 ملايين تانيين. وبنشوف هي دونج وجون تشول بيتخانقوا مع بعض خناقة جامدة وبيدخل جوان سوج بينهم علشان يسلكهم. وفي نفس اليوم بالليل بيكونوا كلهم قاعدين علشان ياكلوا، لكن جون تشول وهي دونج بيخرجوا يقفوا بره يشربوا سجارة وبيبدأوا
يتكلموا ويتصاحبوا، وجون تشول بيقول له وعد محدش فينا يغدر بالتاني مهما حصل، علشان انا هربت من الموت اخر مرة باعجوبة. وبعد كده جوان سوك بيسأل الراجل اللي هم قاعدين معاه هل في حد يعرف فين المكان اللي غرقت فيه السفينة، فبيقول له في واحد بس لكن في السجن. طبعا تاني يوم جوان سوك بياخد هونج وبيروحوا للسجن زيارة للراجل ده اللي بيكون شبه مجنون، وبيفضل يتوهوا في المكان ويعلي معاهم في الفلوس وخلاص. ولكن بعد كده بيقول لهم على اسم واحد ممكن يكون عارف المكان، وبيبعت جوان سوك مساعدينه جون تشول وهي دونج مع هونج وبيروحوا لهناك. والراجل أول ما بيشوفهم بيجري منهم وبيحسبهم الحكومة، لكن بكفاءة بيتمكن هي دونج يمسكه ويسأله عن مكان غرق السفينة، ويقول لهم أنا لو أعرف كنت رحت طلعت الفخار بنفسي مجرد ما كنت غواص على السفينة. واللي يعرف الموضوع ده كله الراجل اللي في السجن. وعلى الجانب التاني بنشوف جوان سونج ودايسك مع الراجل في السوق بيشتروا حاجات، وبيوريهم أكبر محتل في القرية بتاعتهم مهتم بمجال المتاحف والحاجات دي. وبعد كده بيحكي لهم عن قد ايه الراجل ده نصب على ناس كتير في المجال ده. وبنشوف بعد كده جوان سوك بيبقى واقف يفكر هيطلعوا المهمة دي بأنهي مركب، وساعتها بيرد عليه هونج وبيقول له المركب بتاعتي مش هينفع نطلع بيها المهمة دي علشان هيتم اعتقالنا على طول علشان هتفضحنا، لكن لو ادتني 50,000 وون زيادة ممكن أعرف أتصرف في مركب قريبي ونطلع بيها المهمة دي. وبعد كده بنشوف سونج بيروح لمرات رئيس مجلس الإدارة اللي بتقول له إنها خلاص رجعت في كلامها ومش عايزة صفقة الفخار كاملة، هي عايزة حبة قليلين بس تحطهم في واجهة المتحف اللي هيكون في الجامعة والباقي هيكون مزيف عادي. ساعتها سونج بيتضايق جدا وبيحس ان خلاص الصفقة اللي قاعد يظبط فيها بقاله كتير بتضيع من قدام عينيه. وبيروح سونج لرئيس الإدارة وبيلاقيه موافق جدا على كلام مراته وبيقول له ايوه اعمل زي ما هي قالت لك بالظبط كده. الدنيا بتسود خالص في وش سونج وبيكون مش عارف هيعمل ايه، وبيكلم جوان سوك بيشرح له الموقف ده. على الجانب التاني بنشوف هي دونج قاعد في الكافيه مع البنت اللي معجبة بيه وبيتكلموا مع بعض وبتسأله هتخلص المهمة امتى وكده، لكن بيلاقي هناك المحتل كيم اللي بيكون مكلفه جوان سوك انه يراقبه ويشوف هو كمان بيفكر في المهمة دي ولا ايه. بس بيقرر هي دونج يدي فلوس للبنت ويقول لها هي تراقب كيم وتقول له على اخباره كلها، ولو عملت كده كويس هيكافئها ويرجعها مع القرية بتاعته. وبعد كده جوان سوك بيوقف هي دونج ويقول له انه لازم يرجع القرية بتاعته مرة تانية وياخد قطعة فخار من عند سونج ويروح يوريها لمرات رئيس الإدارة، ولازم يقنعها ويحسسها ان القطعة دي من المهمة بتاعتهم ويخليها تغير رأيها. وبيقول له ان دلوقتي المهمة متوقفة عليه هو سواء تنجح وتكمل او لا. وفعلا بيرجع هي دونج لقريته مرة تانية وبيروح لسونج ياخد منه قطعة الفخار. وبعد كده بنشوف جوان سوك ومعاه هونج رايحين يقنعوا قريبهم يسيب لهم المركب اللي هيطلعوا بيها المهمة، وبيحاول هونج يقنعه لكن الراجل مش بيقتنع غير بانه يروح معاهم المهمة ويسوق هو المركب بنفسه. على الجانب التاني بنشوف هي دونج اول ما بيوصل لبيت رئيس الإدارة وبيدخل يقعد مع مراته ويديها قطعة الفخار بتتضايق جدا وتتعصب وتقول له انت شايفيني ازاي يعني، وبترمي الفخار في الارض تكسره وتتعصب عليه جدا وتقول له اخرج بره. وهو خارج بتخرج وراه واحده شغاله في البيت جوه وبتديله ورقه فيها ميعاد وعنوان يروح عليه. ولما بيروح لهناك بيدخل اوضه وبيلاقي فيها مرات رئيس الإدارة اللي بتقول له انها معجبه بيه جدا وعايزاه يحضنها، لكن هي اتعاملت معاه بالطريقه دي بس علشان الناس اللي موجودين في البيت جوه، لكن لو كانوا شافوها عملته كويس كانوا هيقولوا لرئيس الإدارة وهو هيشك فيها. وبنشوفهم بيقربوا من بعض جدا. وبعد كده وهم خارجين بيسألها عن موضوع قطعة الفخار فبتقول له سيبني اشوف وافكر في الموضوع ونشوف هنعمل ايه. على الجانب التاني بنشوف جوان سونج قاعد مع المجموعة بتاعته اللي بتكبر كل شوية وبيقول لهم احنا دلوقتي هنلغي الاتفاق اللي كنت متفقه معاكم ونتفق اتفاق جديد علشان انا معيش فلوس تكفي لكل ده. احنا لو عرفنا نطلع الفخار ونكسب المكسب هيتقسم علينا، ولو خسرنا الخسارة هتبقى علينا كلنا، وعلشان كده كل واحد يعمل بجد واجتهاد. بعد كده بنشوف كيم بيروح للضابط وبيهديه سيف من الأثريات وبيقنعه يخرج الراجل اللي عارف طريق الفخار. وبعديها بيوم بيشوفوا جوان سوك في الشارع وبيستغرب جدا انه خرج، وبيكون فاهم ان كده كيم عايز يعمل نفس المهمة بتاعتهم وبيجمع فرقته وبيقول لهم احنا لازم نوصل على هناك في أسرع وقت قبل وصول كيم وفرقته. وفعلا بيروحوا وبيركبوا المركب وبيبدأوا رحلتهم في البحر وبيكونوا خلاص على القرب من الوصول للجزيرة، بس بيلاقوا مركب داخلة عليهم وفي اللحظة دي بيحسبوها حكومة وبيقولوا بكده المهمة هتكون خلصت من قبل ما تبدأ، ولكن بيكون العكس وبتكون المركب دي اللي عليها كيم ورجالته. وبس هنا بيخلص ملخص أول 3 حلقات من المسلسل الجامد قوي ده. لو عجبكم الملخص ياريت تكتبوا لنا في التعليقات. نتقابل في فيديو جديد. سلام.